السلام عليكم اعزائي متابعي قناه المزرعه تيفي. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اللي غنحاول نهضر فيه على واحد المشكل. تقريبا هذا مجرد تنبيه للكسابه والفلاحه، لان هذا المشكل هذا جربته وداز عليا وقع لي من قبل، وبغيت نشارك معكم هذه التجربه هذه. يعني ربما نقدروا اننا واحد الفلاح ولا واحد المجموعه ديال الفلاحه انهم يتجنبوا هذا المشكل من خلال هذا الفيديو هذا. المشكل هو أما الأغنام في الغالب ملي كيوجد الربيع، أن الفلاح كيخرجهم الأكثرية، ماشي كلشي ولكن الأكثرية كيخرجهم بدون تحصين، بدون يعني أي تحصين. كيخرج الأغنام من العلف الناشف للعلف الأخضر ملي كيوجد المرعى، وبالتالي الأغنام كتولي معرضة للتسممات المعوية. لذلك يعني الأغنام قبل ما يخرجوا من الإنسان، يعني الفلاح قبل ما يخرج الغنم ديالو ولا الكساب يعني المرعى، انهم يرعاو الربيع ولا ياكلوا الفصا ولا ياكلوا البرسيم ولا ياكلوا يعني البرسيم ولا الزرع، ولا يعني يطلقهم في المرعى برا. فضروري على الفلاح انه يجيب واحد التحصين، واحد الجلبه ديال المراره، تنقولها ديال المراره، اللي هي تكون يعني كتمنع التسممات المعويه، اللي هي عباره عن واحد البكتيريا تيكون ميت وكيدقوه يعني الاغنام الكبير والصغير. يعني مجرد الولاده يقدر انه يعني تدق ليه هذا التحصين هذا، يعني جلبه. هاد الجلبه هذه كتمنع داك التسممات المعويه اللي في الغالب كتؤدي لوفاه يعني النعجه ولا الخروف، وبالتالي هذا هو اللي كيشكل واحد الضرر على الفلاحه. كما يعني سبق لي انني قلت، هو ان هاد التحصين هذا فهو تحصين ضروري للاغنام قبل ما تخرج يعني للمرعى. لان سبق لي انا شخصيا تعرضت وكانت عندي وفيات لانني خرجت الغنم من المرعى قبل ما ندير التحصين، بلا ما ندير التحصين. وبالتالي كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وان هذه الفكره يعني اللي شاركت معكم يعني يقدر انها تكون تستافدوا منها وتاخذوها بعين الاعتبار. وعلى العموم فهذه نقطه من مجموعه من النقاط، ومن الضروري ان الكساب يلاحظ ويراقب الكسيبه ديالو في كل فتره، سواء في الصيف يعني في الفتره ديال الاعلاف الناشفه، ولا في الفتره ديال الاعلاف تتكون الربيع واجد، ويراقب انه الاغنام ديالو والحاله ديال الاغنام ديالو، ويتبع مع البيطري يعني اللي كيتعامل معاه. وفي الاخير ما تنساوش الاعجاب والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. والسلام عليكم.